فقاعدين مش عارف ايه، راحت قالت فروم ايجيبت، فكل العرب هللوا فروم ايجيبت في جايزه، فما سمعناش الاسم قوي، فقالت مصطفى غريب. فانا مصطفى غريب مين؟ انا لقيت رخ مره واحده جنبي بيزوني يا فرج الله. والله لما قال اكشن انا وقفت، فراح جاي لي شنك المخ، قال لي مش عارف ايه، قلت له انا ما حدش قال لي اعمل ايه، قال لي وراح ابتدى يشرح، قال لي انا اسف اعذرني انت شايف، قلت له اكيد طبعا شايف الوضع. قال لي ممكن سؤال بس، قلت له ايه؟ قال لي هو انت شفت استاذ احمد مكي بجد؟ فقلت له يعني شفته بجد. فراح قايل لصاحبه مش قلت لك شوفه بجد؟ ربنا دايما كده، بحس ان ربنا معايا، بحس ان انا محقق حاجات انا ما كنتش احلم ان انا ابقى محققها. عشان كده انا طلعت شاطر في الدراسه بسبب امي الله يرحمها. كانت امي كده عندها تفصيل ان هو انت فرحان انا فرحان. لسه مفيش حاجه غيرت في حياتك؟ لا مفيش. ومش حاسس ان التويست ده حاصل. تهدي الكتاب ده لمين لما يخلص؟ لو للاحياء يبقى لابويا واخويا طبعا، ولا اي حد؟ يبقى امي. دلوقتي يا استاذ مصطفى، انت راجل يعني ما شاء الله اشتغلت، احنا مش هنهزر ماشي؟ ليه؟ انا بقول لك اهو احنا ما تبوظيش الحلقه. حاضر. لا بجد، انت اشتغلت مع استاذ احمد عز، اشتغلت مع استاذ احمد مكي، اشتغلت مع استاذ اكرم حسني. كلمني شويه عن هيفا وهبي. بص انا هختصر لك الموضوع بتاع الاعلان ده، ان هو هم جابوها ولا خافوا وعملوها هولوجرام؟ بامانه جابوها لك والمصحف كانت حقيقيه. هي؟ انا بتسال السؤال ده هي؟ وفكرني في حوار الهولوجرام ده، هقول لك موضوع كده كمان شويه. ماشي. بس يخص استاذ احمد مكي. ماشي. هم لما جم فكره الاعلان انا كنت متحمس جدا ودخلت انا مش عايز تتحمس؟ كلنا تحمسنا طبعا. وكل الاحباب والاقارب وبتاع، وابتدوا يقول لي تنزل عن اجرك وخلاص بقى عن كرامتك. نزل مع هيفاء وهبي. فجينا وبتاع، لما دخلت انا صورت الاول، اهتمام غير طبيعي بيا كل الناس وبتاع. اول ما هي جت انا ما جيتش بقى، يعني هو كان الاهتمام كله بيها وما بقاش في حد بقى بيتكلمني في حاجه. تجاهلوك تماما، اللي هو يعني في شوت كده جم ياخدوه، فما حدش قال لي حاجه. فلما قال ثانيه يا مصطفى هقول لك. والله لما قال اكشن انا وقفت، فراح جاي لي شنك المخ، قال لي مش عارف ايه، قلت له انا ما حدش قال لي اعمل ايه، قال لي وراح ابتدى يشرح، قال لي انا اسف اعذرني انت شايف، قلت له اكيد طبعا شايف الوضع. انا نفسي مطلع، انا عذرك طبعا. انا عذرك، انا اصلا ما كنتش مركز ان يتقال لي حاجه، برضه انا مركز بس اوكي. بس اجواء كانت لذيذه، وهي انا اشتغلت معاها برضه، هي جميله وقلبها ابيض. طيبه خالص، ما كنتش متخيل يعني ان الوضع تخيل فيه بقى تناكه ايقونه بنت ايقونه. ايه ده مصطفى؟ ايه ده؟ طيب والله الاعلان خلص من غير ما اخد رقمها يا عمرو. ده انا معايا. هي اديتوني، ما اعرفش هو ده صح ولا لا. ما جربتش تتصل؟ خايف والله. هي ليها برضه رهبه، ما انت اتسلمت عليها وعارف. هي خطيره. وايه حكايه الهولوجرام دي بقى؟ بدات تكلمني. ما صورت في الكبير الجزء السادس. انا من الشرقيه، من ده اول جزء ليك؟ اول جزء. فانا من 1 رمضان كده في اخر الحلقه طلعت، فعلى يوم 6 رمضان او 7 رمضان ماشي بقى في مينا القمح في الشرقيه وبتاع، والناس فرحانين بيا وبتاع. بترمضان في بلدك؟ طبعا. ففي 2 وقفوني كده قالوا لي مش عارف ايه، وقعدوا يتصوروا، وراح واحد سأل قال لي ممكن سؤال بس، قلت له ايه؟ قال لي هو انت شفت استاذ احمد مكي بجد بعد 7 حلقات؟ فقلت له يعني شفته بجد. فراح قايل لصاحبه مش قلت لك شوفه بجد؟ هم كانوا في رهان اصلا، في نقاش ان هو شافه بجد ولا مش بجد، مش عارف. بعد 7 حلقات يعني صورنا 7 حلقات وشافوا 7 حلقات، فجي بقى يسالني السؤال، فمش فاهم خياله كان اللي هو كنت قدام هولوجرام بجد بقى استاذ احمد مكي. ما بس انت كده اتخضيت برضه لما شفت مكي في الاول طبعا. بس هو لا، هو بيكسر ده اول ما بيخش، كانه عارفك من زمان. وبعدين انا كنت اشتغلت معاه مسرح زمان اصلا، 2018 دي كانت بدايه معرفتي بالاستاذ مكي. دور صغير.
كانت مسرحيه كده حته، فبس هو كان في كميه شباب كده هو بيحب يكريت يعني اللي هو يضيف دايما فكان بيقعد معانا كلنا بقى يقول يلا نقول كل اللي عنده حاجه يقولها. فبعد 3 سنين ما نعرفش يعني ما نعرفش حاجه عن بعض، وما فيش اي تواصل، ما فيش اي حاجه. خلصت الموضوع، مفيش تواصل، ما فيش اي حاجه. بعد 3 سنين لقيناه بيكلمنا على اعلان الاول اللي هو ميزه، عملت معاه اعلان ميزه فاكر. وبعد كنت كده حاتم. كنت انا وحاتم وعاصم، وكان في وليد، كنا كلنا في المسرحيه. اوكي. وكيمز وابو هاب، كل الناس دي كان هم من كلها اسمها ناس شاطره جدا، كلهم صلاح طبعا فنيا وانسانيا كلهم ما لهمش حل يعني. فجي بعد السنين دي كلها لقيناه فاكرنا بالاسامي بالحاجات والله باوديشنات بقى رحنا فالاعلان فتعرفنا على استاذ جندي. بعد كده جم عملوا الكبير فعملوا لنا اوديشنات تانية. عمل لك اوديشن ما سكنكش؟ لا اوديشن. اوكي، فانت الكبير رحته بعد الاعلان اوديشن. والاعلان برضه كان اوديشن. والله شقيت انت مصطفى؟ يعني الحمد لله بس لا تمام يعني مش الشقة ما لازم نشقى يعني. اصل لو مش قناش في السن ده هنشقى امتى؟ بس انت اصلا ما كنتش عايز تمثل زمان. الموضوع الموضوع كان هوايه. اوكي. اللي هو ولا خفه دم اليوم يعني وسط اصحابك برضو انت بتهزر وبتاع. وهقول لك انا بدأ ازاي. انا كنت مثلنا في حضانه وكل الحاجات دي. اوكي. بس جينا في اعدادي كده جه استاذ اشرف الله يبارك له قال استاذ مصر. استاذ اشرف مين؟ استاذ اشرف زكي. لا في اعدادي انا في منيا القمح في الشرقيه لسه. استاذ اشرف مين؟ ده استاذ مش اشرف فاكر اشرف ايه. مدرس يعني. كان جه وقال في مسرح وبتاع فاحنا كلنا اتحمسنا نشتغل. لقيت مسرح كده مش عشان المسرح عشان اللي بيروح يحضر بروفات ما بيتكتبش غياب. اوكي. فانت هتروح تحضر البروفه دي هتقعد 3-4 ساعات وتمشي، مش تحضر حصص مش تحضر حاجه وبتاع الحاجات دي كلها. فكان في ناس جنب المدرسه اللي هم عيلتهم جنب المدرسه والحاجات دي كانوا بيتشطروا علينا واحنا رايحين عشان هم حوالين المنطقه فممكن يضربك يهزقك ومعاه عزوته. لو عملت حوار وبتاع هو جنب المدرسه هيعمل معاك كل يوم حوار. اوكي. فلما عملت المسرحيه دي بقوا بيحترموني فنان يا فنان. فبقيت كل ترم اعمل لهم واحده. والله خلاص بقى فبمشي مثلا مع 6 يخشوا يهزقوا ال5 فنان وانا مش انا بقيت فنان خلاص. انت شاريهم بالمسرحيه. بالظبط كده. فن من اجل الوقايه يعني. فكل ترم اعمل لهم واحده ما حلتهمش بقى. اوكي. فهو الموضوع جه معايا كده. بعد كده بقيت حابب الموضوع. ففي الثانوي بقى رحت قصر الثقافه. كان الاستاذ محمد السيد هو اللي خدنا بقى كده وابتدى برضه في منيا القمح. اوكي. ابتدى عرفنا حاجات بقى في كذا في كذا مش عارف ايه. تاني نبقى عارفين اسامي. احنا ما كناش عارفين اسامي بنمثل كده وخلاص. اسامي الحاجات اللي هو بتكريت يبقى مش عارف ايه هنضيف. المفروض تبقى واقف كده على المسرح. الحاجات دي كلها. كان استاذ اشرف برضو بس على خفيف. استاذ محمد السيد كان متعمق اكتر في الموضوع بالنسبه لنا برضو. فضاف لنا كتير. فجينا بقى بعد كده قعدنا نشتغل احنا مسرح واصول ثقافه بقى مهرجان مثلا في 100 غمر. اوكي. مش عارف قصر ثقافه ابو حماد الحاجات دي كلها كله في المنطقه. كانت اخر حاجه اقصى حاجه رحناها اوبرا ملك رمسيس. دي كانت رحله. رايح القاهره. رايح القاهره. وفي قطر وفي رحله وفي سندوتشات في البيت وفي حد امه عامله مكرونه في رحله مع ان القاهره ساعه. بس احنا اتعاملنا مع الموضوع ان احنا مسافرين ليبيا. ديزني لاند. والله العظيم اللي هو احنا رايحين بقى ومهمه وبتاع مش عارف ايه. اوكي. وكان في حد بيحضر؟ كان طبعا. اوكي. ده ناس كتير لحد دلوقتي الموضوع ده على فكره. انت لو رحت الحاجات دي هتلاقي. احنا كنا في ابو حماد دي رحنا في مره مركز شباب مش قصر ثقافه يعني ما كانش مسرح يعني. هو كان الفرق ان هو الموضوع كله بلاط فاحنا عشان يميزونا جابوا لنا سجاده. ده المسرح احنا يعني الخشبه السجاده. انما احنا بلاط عادي فانتم انتوا الفنانين يا عم. احنا الغلابه. انما انتوا الفنانين. انت شايف ان انت عندك حدوته لغايه النهارده واصله تستحق تتحكي للناس؟ مش عارف لا يعني عندي حاجات يعني عديت على حاجات بس مش عارف تستحق ولا ما تستحقش طبعا. انا اعرف. طب وانت شايف ان انت في انهي فصل من كتابك دلوقتي؟ يعني انا هقول لك حاجه. انا الحمد لله ربنا دايما كده بحس ان ربنا معايا. بحس ان انا محقق حاجات انا ما كنتش احلم ان انا ابقى محققها يعني. لما بجيب حاجه ما بيبقاش في دماغي ان انا اجيبها. انا مره واحده بلاقيها معايا ده بجد. يعني كل الناس القريبين مني عارفين ده. يعني انا فكره ان انا يبقى مثلا معايا عربيه معايا مش عارف ايه كل الحاجات دي ولا انا مره واحده بلاقي معايا من غير تخطيط ومن غير ما بقاش مثلا بحلم لا لازم اكون لا. فانت شايف ان انت مثلا في حدوتك دلوقتي ان انت بتبداها ولا بتنهيها ان انت عايز خلاص وصلت للتمثيل اللي انت بتحلم بيه؟ انا مبسوط بيها طول الوقت من زمان. طول الوقت انت عايش في الحدوته مالهاش نهايه. يعني يعني ايه اللي موجود انا يعني الحمد لله فكره الرضا دي عندي
من زمان ان انا راضي باللي انا فيه. مش عارف ايه زاد ده راضي، قال راضي، انا تمام الحمد لله. اسالك سؤال بس كده، في اول شابتر عندنا او اول فصل عندنا شابتر الطفوله وانت صغير، هسالك سؤال وترد عليه بصراحه يعني. وانت صغير كنت طفل بامانه؟ انا مولود 60 كيلو. طيب. انا من زمان يعني اكتر واحد في اصحابي في كل الشلل عشان كده لما كان يظهر واحد تخين كنت ابقى حابب اعرفه عشان تضمه، نبقى سوا. بدل ما انا ماشي وسط كلهم رفيعين وبتاع فانت انت عرفت منين؟ عبس ده الوحيد في اصحابي اللي كان ابطأ مني. والله العظيم انا عرفت ان انت جبته الاسباب. أيوه. احكي انت اللي هو الوحيد اللي ابطأ مني لما كنا نروح بقى اللي هي مشاوير الشقاوة واحنا صغيرين دي. كنت لو هو موجود انا مطمن، عشان لو حصل حاجه والناس جريت ورانا هو اللي بيتمسك. هو اللي هو الفخ، هو بطيء. هو بطيء. انت كنت ابطأ واحد، فجبت الابطأ. انا يعني في احتمال كده ان انا ابطأ واحد، لو هو مش موجود انا في احتمال كبير اتمسك. اوكي. لو الادرينالين زاد وربنا كرم ونفخ في صورتي بجري ما بتمسكش، انما غالبا بتمسك. هو لو موجود انا مستحيل اتمسك. هو اللي بيتمسك ياكل العلقه وبتاع، فانا كنت بطمن بوجوده. هو لحد دلوقتي في ابس ده من صديق الطفوله، كان بايت عندي امبارح. طب انت الاسره عامله ازاي؟ انت تكوين الاسره عامله اللي انت اتولدت فيها؟ ابويا وامي واخويا بس يعني. هم الله يرحمها، الله يرحمه. وابويا واخويا هم لغايه دلوقتي في الشرقيه. اخويا خريج هندسه، وابويا طلع معاش زراعه، يعني كان مهندس زراعي، طلع مدير مكافحه وبعد كده. اوكي. انت الاخ الكبير ولا الصغير؟ الصغير، انا صغير منه ب6 سنين باليوم. احنا الاثنين مولودين 24/10. هو 24/10 89 وانا 24/10 95. انا اتسجلت 23/10 وهو اتسجل 26/10. ايه ده والله. بس احنا مولودين 24/10 بقى. اوكي. واسره اجتماعيا بسيطه وماديا بسيطه جدا. يعني ابويا وامي الله يرحمها يعني ايه مدرسه تاسيس؟ كانت هي اللي من اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، اللي هو قراءه وحساب وكل حاجات. كانت يعني عشان كده انا طلعت شاطر في الدراسه بسبب امي الله يرحمها. الله يرحمها. يعني انا طالع شاطر في الدراسه بسببها. انا جايب في الثانويه العامه 93% علم علوم. ما شاء الله. ما كنتش بذاكر كتير، بس انا اتأسست صح. كان بالنسبه لها هي التعليم، وابويا الكتاب. تحفيظ القران وكده. وكان مهندس زراعي. اوكي. كان بالنسبه له هو تحفيظ القران، بالنسبه له ده اهم حاجه، وامي التعليم. وانت كان علاقتك بوالدك والدتك عامله ازاي عامه؟ يعني طفل شقي ولا مزعج ولا بيتضرب ولا مش عايز اعمل لهم مشاكل طول الوقت، يعني زي اي، لان هم برضو انا يعني كانت امي مدرسه مشهوره في البلد. وكانت الناس تحب في مدرستك تعلم ولادها في المدرسه وكان في مجاميع. كنت في نفس المدرسه اللي انت فيها؟ كنت في نفس المدرسه. وبتعرف تزوغ ولا دي حاجه ثانيه؟ لا ده في ابتدائي ما كنت زوغت خالص بقى. فهي كانت الناس بتحبها قوي. اوكي. فانت فكره ان انت ابن الابله هدى، فدي يعني كان ساعتها مش فاهم، بس هو كان ساعتها مسؤوليه. اوكي. ان هو ما ينفعش تبقى مش كويس، ما ينفعش. لا ده انت لازم تبقى تمام مظبوط ظبط. انت كنت مريحهم في الحته دي؟ طبعا ما ينفعش. كنت بروح بعمل كل الحاجات اللي هي مع اصحابي الشقاوه دي، بس مش عايز طول الوقت يبقى في مشاكل. يعني لو الموضوع هيكبر لمشكله لا بستسلم. فاكر كانت حاجه والدتك دايما بتقولها لك كوصيه او حدوته دايما تفتكرها من ايامها؟ كانت امي كده عندها تفصيله ان هو انت فرحان انا فرحانه يعني لما كبرت. انما وانا صغير كانت هي اللي لازم توجهك برضه، وهي مدرسه كمان فكان عندها ده. بس لما كبرت انت فرحان انا فرحان، انت تمام انا تمام. كان ابويا برضه اللي عنده سنه اللي هو لا يخلص كليته ويشتغل وبتاع تمثيلي يعني كان عنده. بس هو دلوقتي بيدعمني تماما، يعني لما خلاص بقى هو الموضوع موضوعي. وفي النهايه اصلا شاف نجاح. وقبل برضه يعني هو من قبل، هو خلاص ما دام انت شايف ان ده تمام يلا توكل على الله. ابتدى هو اصلا بقى كمان يحكي لي حاجات هو عارفها عن الفن وعن هو قاري شويه. كوميديان هو؟ هو كوميديان من غير ما ياخد باله. يعني هو متعصب بيموت من الضحك. اوكي. هو بيتضايق بقى اكتر لما يقول حاجه هو عصبي ونضحك.
انا عصبي دلوقتي، انا المفروض اقول حاجه تخاف. ده مش ده الرياكشن، غلط. الرياكشن غلط غلط يا جماعه، مش ده. هو ممكن لو جه لك انا عايز اقول لك نكته ما يضحككش قوي، انما هو انا مش هو لو مش مركز انه هيموتك. دمه خفيف بالفطره يعني. والدتك حضرت ايه في كاريرك في شغلك؟ لا ما حضرتش. حضرت مسلسل زمان اسمه سوبر ميرو بس. وحضرت مسلسل ارض النفاق. ارض النفاق ده انا طلعت ما قلتش فيه جمله فعلا. فاكر انطباعها ورد فعلها؟ هو اول يوم تصوير رحت قالوا ان انت هتكريت وكده. فدخل، فانا كنت معايا 3 كان منهم محمد الرخ. صاحبك بشوفك كتير دايما بتتكلم عنه، هو ناصر. ده يعني ده ربنا حط الناس دي في طريقي كده عشان ناصر ودنيا سامي والرخ 3 دول يعني، ومحمدي وكيمز. ناصر ومحمدي بورسعيديه زي انا عارف. وإياد امين، الناس دي يعني هي من الناس اللي كلهم ممثلين شاطرين جدا جدا. في منهم اللي خد فرص وربنا كرمه وناس لسه كلهم شاطرين جدا. كلهم فهم فادوني. انا جاي مش عارف حاجه، هم كانوا اقدم مني فوقفوا معايا وقفه اللي هو اخواتي، اذا كان رخ، دنيا، ناصر، محمدي، كيمز، اياد، كلهم ما حدش يعني. هم سهلوا عليا. القاهره سهلوا لا ولا في كلهم محمدي وناصر من بورسعيد، الباقي من القاهره. الباقي من القاهره. اوكي. فهم سهلوا عليا جزء كبير يعني. في المعهد كلهم زمايل معهد. دفعه. سهلوا عليا حاجات. انا كنتش داخل مش عارف حاجه، مش عارف حاجات كتير. اوكي. فلما ابتديت اعرفهم ابتديت اعرف حاجات بسبب من خلالهم اصلا. اوكي. انت كنت جاي القاهره على الابيض؟ مفيش. انا في اول شهر في المعهد كنت كل يوم بروح وارجع من الشرقيه للقاهره. كنت لحد ما بت مع اول شقه خدتها كان مع احمد مختار. كان احمد مختار ده برضه من الناس اللي اتاثرت بيها في شقه الهرم دي فيها حواديت برضه. هي مش هينفع منظمه تتحكي. اوكي. فلا يعني ربنا بيجعل دايما في طريقي كده ناس ولسه محافظ عليهم طبعا. واصحابي اللي من منيا القمح، محمد سعيد، عبس، احمد كرم، الصياد وبليله، فرحانين بيك دلوقتي في السعوديه طبعا. كلموني كده وفرحانين من قلبهم. هم مش عايزين حاجه طبعا في الدنيا، هم فرحانين. هم عايزين دايما مش عارف طب ايه بتعمل ايه، طب يروحوا يعني مثلا بليله عنده كمبيوتر كان مسروق. هو كان لا كمبيوتر شبه اللي كنا بنتفرج عليه على المسروق ده. هو كان فاتح محل لبس كده صغير. هو والصياد فاتحينه سوا. بعد كده سافروا السعوديه يشتغلوا. فهم لما كانوا في المحل ده كان جهاز الكمبيوتر ده بليله مسمي فولدر مسمي فيه ايه؟ افلام الممثل العالمي مصطفى غريب. تطبيق. هو مش شايف غيري. اوكي. يعني هو بيفرح بجد. عشان كده انا دايما لما يبقى في حاجه ببقى حابب انزل احتفل مع الناس دي. احنا كده لا هو اتسحلنا كلنا في الحياه طبيعي. بس دايما لما ابقى افرح بالحاجات دي بفرح وسطهم وبفرح وسط اخويا وابويا دلوقتي ربنا يديهم الصحه. بس والدتك لما اتفرجت فاكر رد الفعل؟ انا مجلي انا مجلي. خلاص هي فرحانه وخد بالك انا المسلسل ده كنت لسه اول مره اشتغل، فانا مش فاهم حاجات كتير، فما كنتش طالع بالشكل المطلوب يعني بالنسبه يعني معايا الناس كلها كانت كويسه في اللوكيشن كممثلين وتعامل وكل الحاجات دي. بس انا كنت لسه اول مره مش فاهم حاجه. اول مره اقف قدام الكاميرا. بقول امتى وليه بيعيدونا وانا مسرح اشتغلت مسرح فمش فاهم حاجه خالص فهي كانت فرحانه بمجرد طلوع. هي مش في دماغها انت بتأدي بتقول ايه يعني. مش شايفه كل الحاجات دي. شايفه ان انت ومبسوط. فانا مبسوط. زعلان انا زعلان يعني. هي نروح للشابتر تاني، الدراسه بقى. انت كنت عايز انا عارف الكليه صح. كنت عايز تطلع قبطان. فرحت درست ايه يا مصطفى يا غريب؟ انت ابني اي حد اي حاجه ويقول لك حاجه تعملها. بس هو يعني انت انا مش هحاول هو انا في الثانويه العامه جبت علم علوم 93%. ومش عايز تطلع، مش عارف عايز تطلع ايه؟ ها مش يعني لا هو كنت داخل علم علوم قبل نفسي ابقى دكتور. انا كنت اشطر في الرياضه اصلا. اوكي. يعني في الحساب والحاجات. بس ابويا كان اخويا هندسه فانا نفسي في دكتور. انت مالكش قرار في حاجه؟ انا على فكره عندي البتاع دي قرارات في الحياه، انما فكره اللي هو مش بحسب لها يعني طول الوقت مش بحسب للحاجه قوي. فجاه
فدخلت علم علوم جبت 93%. فكان اخر حاجه في الطب كان الطب البيطري، كان واخد سنتها تقريبا 94 ونص ولا 95 ونص حاجه كده، فمش جايبه وهيجي لي علوم، والعلوم صعبه. كله قال لي لا علوم صعبه، ما فكده ما قداميش غير تجاره، وانا صعبان عليا ادخل تجاره. اوكي. هدخل مع ناس كانت بتعمل كل الموبقات في الثانويه ما فتحوش ده وانا تعبت قوي على الكلام ده. وفي ناس في تجاره شطار برضه، بس هم اكيد ما بيبقاش هدفهم من اول تجاره. اوكي. عشان احنا فئه كبيره جدا في تجاره، فما ينفعش نبقى بنزعلهم. طلع لي حد كده قال لي في كليه اسمها ثروه سمكيه بتطلع اباطين. ثروه سمكيه بتطلع بوري بتطلع بولتي. اوكي. تمام. وراح موريني شكله بالبدله بتاعت البحر. اوكي. فانا خلاص انا شايف نفسي ابطن اعلى بالبدله شايف نفسي بالبدله بتاعت البحر، مش عايز حاجه تاني من الدنيا. وابتديت اصلا لما البس البدله دي اول مره حلقت لها، بعد كده حلقت شعر يعني وبتاع عشان ابقى الشكل ظابط بحري بقى. بس مفيش حاجه اسمها هزار، مش هزار. بس بعد كده لما شعري كبر بقيت اسيبه، كان شعري كده ولابس عليه الطاقيه وجسمي مش مظبوط، كانش حد بيصدق انها بالبدله ظابط بحري. كانوا اكيد يعني كنت دايما بتخيل موقف ان انا لما يشوفوني كده يبصوا في كاميرات، يعني احمد رزق في لخمه راسه، ده مش ظابط بحري بجد. واخش مثلا القطر عايز اقطع نص تذكره، ما انا ظابط نص تذكره، فيقول لي لا تذكره، اقول له يا باشا لا نص تذكره، يقول لي تذكره، ويبدا بقى اللي هو هيمد ايده والله تذكره، يعني انت مالكش، انت مش شكل ظابط بحري. هو اصلا برضه مفيش ظابط بحري هيقول له نص تذكره وتذكره، هو برضه عاقل الكلمه يعني. في ظابط قد الدنيا هيخش يفاصل في نص التذكره يعني. وهو لا جسمك ولا شكلك ما فيش حاجه ان انت شكلك ظابط بحري. دي حفله تنكريه. ففي مره الكمساري خدني الامين الشرطه اللي في القطر، فتمام رحت دافع التذكره وماشي. بس موضوع المعهد ده فادك برضه في شغلك طبعا. انا ما كنتش عارف، انا المعهد بقول لك صدفه. كنت رحت بقى ثروه سمكيه في السويس، فابتديت ادور على قصص الثقافه هناك. كان برضه في مرحله كده في حياتي اللي هي قصص ثقافه السويس. رحت تقدم عادي يعني كده السلام عليكم؟ رحت. لا كانوا عملوا حاجه اسمها نشاط طلابي في الجامعه، وقالوا مين عنده مش عارف ايه وبتاع، فجه حد اسمه استاذ محمد الجنايني قال مش عارف ايه، فرحت طالع عامل ستاند كده، مش فاهم يعني ستاند، طلعت مثلت مشهد وبتاع. فراح قال لي بقول لك ايه، تيجي تمثل عندنا عرض احتفاليه اكتوبر وبتاع. قلت له اجي. فرحت، فمن بعدها بقى عرفت ناس هناك منهم يوسف نور وعبد الفتاح قدوره اوكي، واستاذ عبد الفتاح قدوره وكل الناس دي، وعلي عرفه والناس برضو لحد ما جه استاذ احمد عبد الجليل مخرج، هو من المنصوره، هو اخرج عرض كده لفرقه القوميات السويس واشتغلت معاه، فبقيت خلاص بقى في قصر الثقافه. فبعديها بسنه جه بقى دكتور عاصم نجاتي يخرج في دكتور عاصم نجاتي دكتور في المعهد. اوكي. جه يخرج عرض في السويس، فاشتغلت معاه. فراح جاي قال لي كده جمله، هو احنا كان اللي بينا شغل بس، فهو جه بقى اللي هي الملاحظات اللي بحبك ولا ايه؟ اصل اللي بينا الشغل دي اللي بعدها لحد ما وقعت في حبه. فجينا رحنا قاعدين، يعني احنا مش صحاب خالص، كنا لسه مش صحاب خالص. فجه ليها الملاحظات اللي قبل العرض بقى، اللي هو انت كذا والمفروض المشهد تعمل كذا. فراح جه ما قاليش حاجه، قال لي انت يا ابني انت لازم تقدم في معهد فنون مسرحيه. بجد والله، وما قاليش حاجه تاني وعدى واختفى والله. وخلصنا العرض راح قال لي خد رقمي تابعني، انت لازم تقدم في المعهد. طب سنه كام في الكليه تفتكر ولا صعب؟ كنت خلصت سنه تانية. أوكي. كنت في سنه تانية وهو بيقول لي ده وانا بخلص سنه تانية، فخلصت سنه تانية. وانت مش في دماغك الفكره دي اصلا؟ مش في دماغي، انا بمثل بقالي كتير كده دايما اصول ثقافه والحاجات دي، وسنه ما مثلش خالص، والسنه اللي بعدها اعمل عرضين، والسنه اللي بعدها عرض ومهرجانات، ونروح مثلا مش عارف مهرجان ايه، نعيش الحدوته اللي هي الساعتين ثلاثه اللي في اليوم. الطموح فين كان؟ الطموح ايه؟ لا الطموح هخلص كليه وكان في دماغي هطلع ابطال. بس يعني خلاص يعني اشتغل بكليتي. اوكي. بس هو مش لاقي قبطان طبعا. بس هو كان ربنا جعل الخطوه دي عشان اقابل دكتور عاصم نجاتي. هو دلوقتي بقى من اقرب صحابي دكتور عاصم نجاتي فعلا، لان هو لسه العلاقه ربنا جعله السبب في دخولي المعهد. اوكي. فدخلت المعهد بقى، فهو اختبارات. كان النقله الحياتيه. وجيت في الاول كانت الله يرحمها عائشه، كانت هي
مدعماني. ابويا لا، ابويا عايزني متردد. اكمل الكليه، اكمل الكليه وبعد كده انت حر. هو بالنسبه له رسالته ان هو هيخلص معاك الجامعه ويجوزك زيه زي اي اب في يعني ده طموحه في الدنيا، رغم ان هو كان بيقاسي وبيكافح عشان ده يحصل معايا ومع اخويا. اوكي. فجه لا ما يكمل. فقلت له كده كده الاختبارات دي فيها نجاح وسقوط، يعني مش اكيد هنجح. فكده كده ما في الناس برضه اجازه. عشان تعرف هي اختبارات فنون مسرحيه دي اختبارات صعبه جدا، والدفعه بتبقى 4 و5 صح كده؟ انا يعني صححني. دفعتي كانت 25 بس هو بيتقدم الوفات المفروض. اوكي. فنجاح وسقوط وانا في الاجازه، فراح قايل لي امشي على امل ان انا اسقط ما ننجحش وتبقى هي جت من عند ربنا، فنجحت. فحصل بقى لبس كده بس مش طويل ان هو يكمل ولا يخش. هنج. بس هو في النهايه لو ما كانش راضي انا ما كنتش هدخل. يعني فكره فعلا. ان انا اعند بقى واعمل ان هو لا أنا مش عارف ان انتوا ضد طريقي وانا هتجوز التمثيل لا يعني انت مش راضي خلاص، في النهايه مش هخش. بس هو في النهايه تمام، ربنا اراد لك. ربنا اراد ان هو وافق فرحت رايح. عملت اختبارات؟ فاكر الاختبارات؟ كنت عامل الفصحى القاضي بوجير. ارجوك حته، ارجوك دي بقى لاخوك ممكن نشيلها لو عايز. ما دام القاضي بوجير. القاضي بوجير من انت اصلا ما كانش تارجتك كوميدي؟ يعني لا كنت بعمل كوميدي بس هو كان التقديم، بس عملت حاجات جد في حياتي. فاكر اي طقطوقه؟ اللي هو عفوا ما كنت لأحلم يوما أن أملك شبرا في ضيعة، فغدا لي في وجودك ضيعة، وجهي يتهرأ يا مولاي لكثرة ما عرف الألوان، أنا ذا القاضي والمفتي، أنا ذا الرجل المحترم، الحمقى يطيعون فتواه، أنا ذو بركة، أنا يا مولاي، أنا من باعك كل حياته وكرامته، أنا من باعك حتى دينه ليعيش صغاري في يسر. أين صغاري؟ أين امرأتي؟ أين بناتي؟ قد بعتك شرفي لا شرفهم، بعتك عمري لا عمرهم، بعتك نفسي من أجلهم كي يبقوا مرفوع الرأس. هل أصدر فتوى مولاي تحتم إهداء الأولاد أو الزوجات إلى التتر؟ هل أصدر فتوى أن الأرض ومن فيها ملك لك أنت وحلفائك؟ عندي كل الألعاب. هل أصدر فتوى أن أنا زعلان أوي إن أنا نسل. كنت لسه مع أستاذ خالد دياب قريب في حاجة، فقال لي هو بيحبك حب مش عادي طبعا، وانا الراجل ده قال لي الخلافات اللي حصلت في الاول بينكم. كان بيسف عليا يقول احنا بنعمل مسلسل جد ولا ايه؟ استاذ خالد دياب مخرج اشغال شقه يعني. كنت بقول لهم انتوا داخلين حاجه تاريخي. يعني دخلت اللوكيشن من كتر ما الدنيا عامله كده، لا ما المفروض انا قاري كوميدي المسلسل يعني متفق. يعني ليه الطاقه دي؟ وكل ما اجي افتح بقى انا يعني انا ما عشتش في الاجواء دي يعني. وانا بالنسبه لي برضه خد بالك يعني لو هتهان همشي. ما عنديش فكره ان هو لا يعني ما فيش حاجه برضه تستاهل ان الواحد يضايقك يعصبك. كل الحاجات من مفيش عبس يشيل معاك. ما عنديش حد دلوقتي. مفيش عبس. فكان الموضوع ان هو ما حدش. واشتغلت في حاجات يعني خلتني متضايق كده، بس بيبقى عندك انت مسؤوليه ان هو خلاص انت لازم تكمل الحاجه دي للاخر، فتكملها وانت تعبان، فتلاقي نفسك في الاخر فرصه خسران. طبعا فانت مستحرم. بس اول كام يوم مش فاهم حاجه، مش فاهم طب انا صح ولا غلط. فاكر بدات بتصوير مشاهد ايه؟ اول مشهد اللي هو واسماء المفروض بتولد جوه واحنا بره مع الحموات. فاكره لما كنت جايب علبه الشوكولاته كان في والبامبرز الاثنين والبامبرز والحاجات دي كلها. ما احنا عملنا، بس انا دايما اول يوم ببقى رايح مذاكر حاجات كتير. فتلاقيت بتفلتر كتير قوي. فلا انا اول افيه قلته اصلا لقيته هو في المايك. لا 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 ده افيه سخيف في المايك. واحنا لسه مش صحاب. لا ولو صحاب في اللونج. وهو بقى انا اكتشفت في الاخر ان هو اطيب من الطيابه. خطير. انا بعشقه يعني هو فكره البتاع دي هو قلبه على الحاجه وهو شايف. بس هو في الاخر ابتدينا نتفاهم ان هو تعالى نشوف، لان الضحك ما يعني انا ممكن اقول حاجه تموتك وما تضحكنيش. بس هو قال لي كده، قال لي انا ببقى عامل حسابي فلتر كمان انه ممكن يكون ده مش ذوقي بس ذوق الناس، فبيقول لي بسيب شويه. عمل كده. ما في مشاهد كده كان بيسيب فيها، فيروح المونتاج فيقولوا له في المونتاج دي حلوه،
فيسيبها. فهو مش متمسك قوي، بس هو عنده وجهه نظر عايز يوصلها، فمش عايز يبقى فيها استخفاف، مش عايز يبقى فيها هزار. يعني انا هقول لك مثلا على تفصيله ممكن يعني ما حدش يهتم بيها، بس هو كان بيهتم بيها. شفت لما جت الاستاذه نعم سالوسة كانت في البتاع، والمفروض تطلع من البتاع وتخش المقابر. فهو المفروض بلبسها هتبقى بلبسها هناك، فهو عشان يبرر ان هي بلبسها قال ان هي طلعت مع الشهداء، لان الشهيد لا يغسل ولا يكفن. انت فاهم هو مركز لحد فين؟ يا نهار ابيض، ولا تيجي في دماغي. مفيش. واقول لك على تفصيله ثانيه، شفت مشهد المقابر؟ مشهد المقابر ده في الاول الصناديق دي كانت فاضيه. اللي انت بتشيله وتقول له ومش عايز ليه وتعالى مش عارف ايه، ما كنت دعيت له من البيت واللي هو بتاع دراعك. فجه فالصناديق كانت فاضيه، فاحنا ماشيين بيها خفيفه، فهو سابنا الشوت كله وراح جالنا بعد الشوت قال يا جماعه باين ان انتوا ولا حاجه مش شايلين. راح جايب 3 بني ادمين لا حاططهم في ال3 صناديق اللي هم عشان يبقى شايلين حمل. فاول واحد لما كنت بقول للراجل تعال بسرعه، انا تعبان بجد، لان ده كان اتقل واحد في والله العظيم بجد ده كان اتقل. ما تقولش عبس. لا ما كانش عبس، مش للدرجات. ما قلت تشغل صحابك. مش هزعله في الحياه جامد كده. فجه تعبان بجد، فهو بيفرق معاه فكره ان هو تبقى الحاجات حقيقيه، حاجات مظبوطه. تفتكر حاسس منين فكره ان انت بتاع جد دي؟ لان هو بيقولها طول الوقت، بيقول مصطفى ممثل خطير، عشان هو كان الحاجات اللي هو عايزها المفروض تبقى. يعني احنا كنا بنتفق كده قبل كل مشهد، المشهد ده حالتنا ايه؟ احنا هنا خايفين، احنا هنا بنتخابس، احنا هنا بنشقط، احنا هنا. فكل مشهد له حاله، فهو لقى الحالات دي يعني الحمد لله والشكر لله متمثله صح. فهو بيقول لي خلاص ما دام انت عارف تمثل الحاله دي، احنا في اطار دلوقتي موضوع ممكن يكون كوميدي شويه، انما فكره الحاله دي ما ممكن تبقى الحاله دي في موضوع جد. هو قال لي بيضحك من صدقه ومن تابعه بيقول بجد. يعني هو بيقول لي انا مصدقه ان هو تعبان بجد او بيتكهرب بجد او خايف بجد فبضحك. بيقول لي تمثيله الجد اللي مطلع ضحك حلو قوي. فاهم يعني. فهو كان وهو جه انا بعد شويه في المسلسل ادركت ان احنا بنعمل مسلسل حلو. احنا لا حاسس احنا بقينا بنعمل، بس ما كنتش متخيل ان هو هيتابع بالشكل ده. وكنت بقول لهشام لو اتشافنا هننجح. لو يعني انا عارف ان احنا خلاص في مسلسل حلو، بقيت فاهم وخلاص. انا واستاذ خالد بقينا فاهمين بعض. يعني انا عارف هو بيقفش يبقى هو صح. هو امتى ممكن، وهو ابتدى يسمع اللي هو تعالى طب مش عارف ايه المشهد ده. وصلنا بقينا احنا الاثنين فاهمين بعض. فبقينا احنا الاثنين مش متضايقين. ففي المايك سخيف دي ما بتضايقنيش خالص. عادي خلاص. طب فاقول له انا مش عارف ايه قدامي خلاص. انا كده عرفت ان هو انسان طيب. وانسان بيحب الشغل، بيحب يشتغل. وطول الوقت بيتحرك ورايح وجاي. انا كنت مسميه خالد دياز، لان في حد في ليفربول دياز ده فرهود. فرهود جدا. فهو فرهود. بقول له اهدى. هو طول الوقت مش انت مش عارف هو قاعد فين. والله العظيم هو طول الوقت بيعمل حاجه. لا هو خطير وانا بحبه. هو عنده سنس بصراحه في الجد وفي الهزار مرعب يعني. طيب نرجع بس وكان قال لي برضه بالمناسبه ان انت في مشاهد كريتها من الاول للاخير زي بتاع الكهرباء ده. قال لي ده مصطفى مكريته من الاول والاخر. يعني هو كنا خلاص بقى فهمنا بعض، فبقينا اللي هو يجي يقول لي المشهد ده عايزين نعمل ساعات. هو تمام. بس هو يعني تقريبا المسلسل كله المواقف هو اللي كاتب الحاجات. هو مؤلف خطير. هو اللي كاتب المواقف كلها. ممكن نظبط حاجات في الموقف، نعمل حاجات مش عارف ايه. وابتدى في الاخر اصلا في الايام الاخيره يجيبني في ايام انا مش فيها، يقول لي تعالى نخش المشهد ده نشوف تقول ايه. فاقول له ماشي ممكن اعمل. فيقول لي خطيره دي ثقه خلاص بقى. هو بقى في ثقه. لا هو قابلته قريب في شغلانه كده وكلمني على الجزء الثاني. ما كلمنيش عليها. حكى لي حاجات في الجزء الثاني. انا هموت واحكيها من كتر ما هي ضحكتني. وهي عمل لي مكالمه وهي فكره يا رب تتعمل حلو. اللاين بتاعك انت واستاذ هشام ماجد واللاين بتاع اسماء حكى لي شويه حاجات في الحاجات دي. لا هي الفكره اصلا، فكره المشوار اللي انتوا رايحينه اللي حكاوا لي هي ضحك بس. هي قرفه المسلسل عسل. يا رب دايما يا رب. يعني دايما. هي قرفه عشان هشام ماجد خطير وانت خطير. هشام استاذ عبد الله بالفتوح. كل الناس اللي هي من انتاج لاخراج لتصوير لممثلين، كل الضيوف اللي جوه، كل الناس جاي يعني خلاص. هو بقى في عايزين يعملوا حاجه. وهشام مريح بلسم يعني. هو ما شفتش كده يعني. كنت اخش عليه مشاهد كده
يقول لي المشهد ده بتاعك انت، يلا شوف هتعمل ايه. بيقول لي كده، بيقولها لي كده يعني. مش بيخليني انا احسها، لا هو بطل المسلسل بيقول لي يلا ده مشهدك شوف. بس انا الحمد لله دوست عليه. لا ده هو انا حظي حلو في الناس اللي اشتغلت معاها. انا ما اشتغلتش مع حد ضايقني. يعني يمكن دي اللهم لك الحمد ربنا. يعني اكرم، ومع احترامي لحفظ الاسامي، اكرم، عز، مكي، استاذ مكي، استاذ اكرم، استاذ شيكو، استاذ احمد عز، الفيشاوي اشتغلت مع استاذ الفيشاوي، رهبه، استاذه منى زكي اشتغلت مع مسرح، استاذ احمد عز قلنا انا، استاذ محمد رمضان والله في موسى صح، ما كان الدور ده جد صح. ربنا يعني الناس دي كلها انا انبسطت اتعلمت، انبسطت. والشباب حتى اللي معايا انا انبسطت، يعني حاتم، صلاح، ورحمه، ودنيا، رغم ان احنا ما مثلناش انا ودنيا كتير التلفزيون. دنيا خطيره. انا اشتغلت مع دنيا اكتر منك، ما انا عارف بكتير. فانا حظي حلو في الناس اللي انا اشتغلت معاها. كلهم ناس سالكه، هم مش عايزين حاجه، هم تعالى. اصل الكبير ده منتخب مصر في الضحك، فينفع كان كل واحد يبقى كله كان بيضحك، كله كان لذيذ بالظبط. فانا حظي حلو في النجوم اللي اشتغلت معاهم اللي هم ابطال الاعمال والشباب اللي معايا. وكده كده بقى بالنسبه للناس كلها اللي هي موجوده كان حظي حلو برضو. يعني كل الناس اللي هي بتبقى موجوده جايه تعمل كلهم، انا يعني الحمد لله انا معترف ان انا حظي حلو في وما شاء الله بشطارتك ورحلتك يعني. قبل ما نروح للشابتر اللي جاي، في السخنه كان عندك شغل، انت بتشتغل حاجه في السخنه؟ ليه؟ مش انا انت وصلت لك المعلومه غلط. مش اشتغلت في السخنه؟ انا اللي سوحنا على الكليه اشتغل فتره سكيورتي في العين السخنه. مش انت؟ مش انا. ما انا بقى كان بعد سنه تانية دي انا كنت لسه ما اتخرجتش. رحت معهد فنون مسرحيه، كان ربنا جعل السبب يعني الدكتور عاصم نجاتي هو فبقيت في المعهد. فخلاص بقى الحياه ابتدت تبقى بشكل تاني كده شويه في المعهد. ابتديت بقى انت خلاص تعالى. انا الحمد لله بحب دايما ما دام هعمل حاجه تتعمل صح من صغري. ما اشتغلت حاجات كتير قوي وانا صغير. بحب حتى لو الشغلانه مش حاببها تتقي الله فيها، لازم. هو حاسس ان هو ده اللي لازم اصلا. ان هو بتاع وكده كده التقصير اللي بيحصل ده ساعات بيبقى غصب عنك. اكيد مثلا انت مش بتبقى في حاجه وداخل في دماغك ان انت هتفشل فيها. محدش بيحب كده، محدش بيحب كده. بس هو في الاخر توفيق ربنا بقى. يعني انا بالنسبه لي توفيق ربنا موجود. كل العقبات مش هتحس بيها يا رب. ما في حاجات كده ما بنتوفقش فيها يعني. اكيد بقى تقصير في حياتنا، في حاجه، في بتاع. لا درس برضه يعني. فكل الحاجات مش هينفع تفضل طول الوقت، هتحس بنفسك اصلا غصب عنك. بالظبط. وبعدين عادي ان احنا يعني احنا لو شغالين في شركات ممكن نعمل حاجات غلط. صح. لو شغال مهندس ممكن تختار غلط، ممكن اعمل موقع غلط. لو شغال يعني كل المهن وارد فيها الخطأ. كل المهن ان احنا ممكن بس عشان عمل عام بس، فالناس بتبقى اقصى شويه يعني بتاع. بس هو وارد ان ما احنا بنتعلم من الحاجات دي. ما انا بجرب حاجات لسه. انا لسه ما حدش لسه اكتشف ان هو بقى عنده خلاص. لا كل واحد لسه بيكتشف نفسه عنده ايه ووحش في ايه وحلو في ايه. بس شابتر تاني، شابتر الشهره. موضوع الشهره ده انت حسيت بيه امتى؟ في الشارع. انا بحب الشارع جدا. القريب مني عارف ان انا بحب ابقى في الشارع طول الوقت. يعني انا مؤثر في حاجات بسبب الشارع. ان هو عندي يوم اجازه مثلا، فبدل ما اقعد مثلا اعمل انزل الشارع. بتحب تقابل الناس ولا بتحب تعيش على راحتك؟ الاثنين. وبحب اقابل الناس وانا غصب عني الشغلانه دي خلتني اثر مع ناس. يعني في ناس اثرت معاهم انا بحبهم جدا بسبب ظروف شغلك اختلفت. اللي هو انت فاهم كمان الظروف ان هو ممكن نقعد نصور شهور ايام ورا بعض. وممكن تسافر سفريه وممكن مش عارف ايه. فانت بقيت مؤثر مع ناس انت فبتحاول لو هتقعد معاهم الشويه الصغيرين دول تعبر لهم عن انا غصب عني. يعني فاهم. مش بمزاجي والله. انما احنا زي يعني الحب زي ما هو عمر ما في ناس انا بحبها في حياتي كده. يا رب يفضلوا مكملين في حياتي. يعني فاكر اول سفريه واول طياره؟ كده سفريه واول طياره. ايه بقى؟ كانت سفريه تبع المعهد. اوكي. كانت سفريه تبع المعهد بعرض دراما الشحاتين. كان اخراج محمد الرخ.
الطياره رعب وانا طالع، دي اول مره رعب. اوكي. حد مصور لي فيديو، مش فاكر ناصر او دنيا. هعملها على نفسي. والله الموضوع رعب اول مره طياره دي. اوكي. فعدت الحمد لله. دي اللي خدت فيها جايزه في المغرب؟ في سفريه، مش السفريه دي كانت تاني سفريه تقريبا المغرب اللي انا خدت فيها الجايزه. احسن ممثل واحسن ممثل كوميدي؟ احسن ممثل عامه. يعني كانت احسن، كانت هي على مستوى المعاهد المتخصصه في العالم. كان دور جد؟ لا، كان دراما الشحاتين، كان في حته أوكي. صغيره جد في الاخر، انما هو كان معظمه عرض هزار. فكك. والله مش هزار يعني، كان في موضوع، كان في قضيه اصلا كنا بنناقش قضيه المشردين وكده. فرحنا فاخدت انا اصلا ما كنتش عايز احضر الختام. ليه؟ أصلاً. اخر يوم في المغرب احنا معانا كرواتيا والمانيا وايطاليا، فانا بقول للرخ اكيد ما لناش حاجه يعني. مجموعه قويه قوي. والله العظيم كل الحاجات دي وتشيلي كل الحاجات دي. فاحنا قاعدين بقول له يا رخ تعال نخرج، تعال ما نضيعش ساعات الختام دي في الختام. ده اخر يوم لينا في المغرب، وانا حبيت المغرب جدا، بلد حلوه قوي. فقلت له تعالى نخرج نعمل حاجه بدل. قال لي مش عارف، انا حاسس ان في حاجه. بجد والله. قلت له مش عارف. طب تعالى. فانا قاعد يعني برضو يعني يا رب يكتب لنا جايزه مصر، بس مش انا، مش في دماغي ان انا خالص. فقاعدين مش عارف ايه، راحت قالت فروم ايجيبت، فكل العرب هللوا فروم ايجيبت في جايزه. فما سمعناش الاسم قوي، فقالت مصطفى غريب. فانا مصطفى غريب مين؟ انا عايز اخرج. انا عايز اخرج والله. فلقيت بقى رخ بقى. لقيت رخ مره واحده جنبي بيزوني، يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. اولمبياد طوكيو، خدنا اولمبياد طوكيو. خدنا بالي يعني. يا رب. دي اول جايزه كبيره. دي اول جايزه كبيره. اوكي. راجع مش مصدق بقى يعني ايه، في توتر كده بالجايزه عامله كده. والله انا فضلت فتره كده واقف، القنوات كلها واقفه، الجايزه بتعمل كده. يا نهار ابيض. ما هو مش في دماغي خالص. طبعا مش في دماغي خالص. انا جاي سفريه وانا بحب العرض وبحب الناس اللي في العرض، فانا بالنسبه لي هنروح السفريه دي هننبسط ونرجع ونحكي الحوادث اللي حصلت في المغرب. هي دي السفريه. كلمني عن مصطفى غريب في الساحل بقى. السؤال اللي بقى. انت عرفت كل حاجه كده. انا رحت مرتين الساحل في حياتي. اوكي. لسه كان في واحده قريبه. دي قريبه، دي كانت شغل. الاولانيه دي شيكو قال لي تعالى البيت عندي في الساحل، وكان هناك شيكو واكرم حسني وهشام ماجد وامير طعيمه، والناس دول بقوا يعني من اقرب الاقربين لقلبي. بشوف يعني على طول الصور. كنت عايز اسالك على ده في شابتر الاكل، بس ما دام احنا نطينا، مصطفى غريب وشيكو واكرم حسني بيطلبوا اوردر عامل ازاي؟ وليمه. اللي هو والله العظيم بنبقى قايمين من الاكل النفس مش مرتاح. اللي هو طب ليه عملنا في نفسنا كده؟ فنقول لا مش هنعمل كده تاني. طبعا. لما نيجي نطلب تاني كاننا ما قلناش الجمله دي. من الاول. من الاول بالوليمه. انا حضرتك مرتين في الاكل. مره في بابا جه. لما بابا جه انت دخلت، كنا في رمضان، هو دخل الصبح كرفان صباح الخير يا اكرم هنفطر ايه؟ ما هو ده اللي هيخليني مستحمل لحد يعني. اصل احنا كنا بنصور اليوم ده من اوله. فانت لو طلبنا اكل حلو هيبقى في دماغك دايما اللي هو اصبر على نفسك يا المغرب في اكله. انا طلبت اوردر يومها عنيف، هو المطعم عشان عارف الراجل اللي طلبته مني طلب سي فود، هو ما كانش فاهم ده رايح لمين. يعني هو ده اكيد مش اتنين. والله يعني كنت ماشي يومها عشان لسه امشي، بس هو يعني فانا شفت الشغف في الطلب. شفت اكرم، وبعدين اكرم يقول لك مثلا سيبيا ولا يعني صبيت ولا جمبري. الاثنين صبيت وجمبري. ما فيش اوبشن خيار. صبيت هات كله يا باشا، وهات كل الحاجات وبتبقى ما عندهمش الاوبشنات. بس الناس دي بقى يعني برضه فرقوا لي في حياتي. اكرم وشيك وهشام، ثلاثه فرقوا لي في حياتي، في الشغل وفي الحياه. خلوني في الحياه اشوف حاجات جديده. والله العظيم. الساحل يعني. اللي هو كان الساحل ده اول مره في حياتي. اوكي. وانا رايح مع شيكو واكرم حسني وهشام ماجد وامير طعيمه، فنانين كبار. وبيت في الساحل الشرير. هروح اشوف حاجات عمري ما شفتها بقى. طبعا. يعني ده اللي رحت بقى اشتريت بقى مايوهات غاليه. صرفت. اوكي. مفيش حاجه بقى، احنا بناكل بس في الساحل. طبعا. وشيكو كده عنده بسين، ما بنطلعش من البسين. مش بيكفينا. يعني المايو ما حدش شافه غير شيكو. اوكي. اللي انا دافع فيه دم قلبي ده ما حدش شافه غير شيكو. قسما بالله بقول لهم انتوا طلعتوا اطيب من خلاني. مفيش حاجه. مفيش حاجه.
هو بالنسبه انت لهم بالنسبه لك ان هو ساحل واحنا رايحين هنروح بقى حاجات. اه رحت لقيت ان هم البسين بتاعهم مقفول عليهم، ما بيخرجوش، بيخلصوا بيروح قايل بقى النهارده مثلا شيكو النهارده فين الذنوب يا جدع؟ النهارده بقى النهارده شيكو بقى يروح قايل ايه النهارده بقى، اقول له ايه، اكلة سمك. هو ده الساحل؟ عادي. هذا هو الساحل. عادي اصلا في مطعم اسمه اكلة. يروح اكرم جاي تاني يوم، ايه هنعمل ايه؟ امي عامله النهارده اكل في البيت هناكل كلنا من يا جماعه، ما هو انا اصلا وانا باكل يعني الحمد لله انا دي احد تمام. متع حياتي. يعني هي بالنسبه لي في الاخر لو اكلت كشري ما هبقى شبعت، بس انتوا غيرتوا انواع الاكل وبتاع. سفرتونا. انا عايز اعمل حاجات في الساحل بقى. عايز مفيش احكي بقى. مفيش قعدت اسبوع رجعت زدت 14 كيلو. زدت بس انا رجعت يعني ما شفتش البحر غير مرتين كده. خرجت انا لوحدي اتمشى، ومره قابلت ناس صحابي، دول المرتين اللي شفت فيهم البحر. الباقيين شايف شيكو واكرم وهشام بس. تجتمعوا على السفره، مش شايف حاجه تاني. بنجتمع وساعات نقعد نهزر ما بنعملش حاجه. مش حفلات، مفيش مفيش حاجه غير سمك واكل. والمرتين بتوع الساحل كده. والمره التانيه رحت كان شغل وبتاع فما لحقتش اعمل. اوكي. انت دلوقتي بتعرض حاجه في السعوديه؟ لسه كنا بنعرض عرض ملك الشاطر، استاذ احمد عز والاستاذه يسرا. اوكي. والاستاذه شيماء سيف. والاستاذ سيد رجب. تأليف واخراج محمدي. عمل كويس العرض ده. الحمد لله يعني. واللي جاي؟ اللي جاي مع اكرم. حاجه عرضوها قبل كده وبتعيدوها تاني؟ ترتاح اكرم في اخر مره لما كنت شغال معاه في بابا جه، ما شاء الله كالعاده كذلك كل الناس بيتكلموا عنه كويس جدا، بيقول لي على المسرح مرعب. انا بحس ان انا مع اكرم انا ومصطفى راح قاعدين في البيت، يعني في لحظات كده بحس ان ما فيش حد اصلا، ان انا وهو. لا والله العظيم ان انا وهو قاعدين بنقول اللي نفسنا فيه. اصل هو يعني يا ربنا يزيده، هو اكرم هتحس طول الوقت ان هو بني ادم عادي. عفوي جدا. هو عادي قوي. هو طول الوقت عايز يبسط اللي بيحبوه طول الوقت. ايه اللي هيبسطكم كذا يلا، مش عارف ايه ده يلا. هو بيبقى حريص ان هو يعمل حاجات اللي تبسطك اكتر من يعمل حاجات اللي تبسطه. هو بيبقى مبسوط شايف ان يعني هو غريب، بيبقى متحمس جدا. وشيكو بقى له لا، انا في حاجات كتير في حياتي ما كانتش هتحصل. يعني شيكو اكلات معينه. السوشي ده مثلا. كل الحاجات دي جربتها على ايده كده بس هو في حاجات خطوات في حياتي بره الشغل. احنا اشتغلنا مع بعض برضو راحه غير طبيعيه، بس هو بره الشغل كمان في الحياه هو حقق لي حاجات انا مش يعني. يقول لي تعالى اعمل كذا، فاقول له مش عارف انا اهو فعلا. تحس انت بتعمل معايا كده. انت بتعمل معايا كده. ما اوكي. عمل يعني لو انت كتاب قصتك دي وحدوتك فيها تويست غير في حياتك، ايه التويست اللي حصل؟ كلمة سؤال صعب قوي. ومش حاسس ان التويست ده حاصل لسه. مفيش حاجه غيرت في حياتك؟ لا مفيش. يمكن هو كان بدري شويه عن موت امي، بس يعني هو ده مأثر فيك لسه طبعا. عشان بيبقى في لحظات بتعيشها كنت عايز هي اهم واحده تبقى موجوده طبعا. تفتكرها؟ طبعا هي تبقى، بس الحمد لله بس هو فكره ان هي اكيد فخوره. الحمد يا رب. بتفكر في ده طبا يا رب. انت بتطلع عمرات كتير، وانا عارف ان الحمد لله علاقتك بربنا قويه جدا، وده انا شفته بعناية يعني. مش بشكر فيك في الطرف ده، وعارف ان انت في اعمال خير كتير بتعملها جدا، وعارف انت ما بتحبش تشيرها ومش هقولها، بس دايما فاكرها وبتدعي لها، ودايما حاسس ان هي دافع ليك ان انت تشتغل اكتر. طبعا يعني في الحياه عموما، مش في الشغل بس. اوكي. في الحياه. هي كانت نفسها تتجوز؟ مين؟ مش هي اكيد. انت مصطفى في ايه؟ اكيد هم بالنسبه لهم تبقى تتجوز وحياتك مستقره ويشيلوا عيالك، دي اهم حاجه بالنسبه لهم. وده في حاجه مؤاخذه يعني؟ لا مفيش حاجه. في اكل بس. في لوبي. في اكل. بس الموضوع ده شاغل لك بالك ولا الشغل اللي شاغل بالك؟ يعني حاليا الشغل، يعني اللي هو سايبه بتوقيته، مش بتدور ولا ما بتدورش؟ اللي ربنا عايزه هيكون يعني. مش مخطط ان انا في لا
لربنا، يعني ربنا هو اللي هيمشي الحاجات دي احسن ما انا اكون عايزها تمشي بشكل معين. فانت مش بتدور على الجواز عامه دلوقتي، انت سايبها لله؟ اه لله، يعني مش في دماغي حاليا. مفيش مواصفات عامه فتحس ان انت بتقول لي بس لو هي كذا، ولا ما بتدور؟ مش عارف يعني، ما فيش، ما بفكرش في الموضوع ده ان هو مواصفات. لا، حاسس ان هي بس تبقى عايزه، يعني في الاخر هتبقى عايز تعمل بيت مش اكتر، بيت مستقر بدنيا رايقه بتاع، ما تحب فيش. تشتغل ولا ما بتشتغلش؟ مش فارق لك ولا؟ مش فارق بالنسبه لي. هي لو ناجحه في حاجه اصلا واحنا بتنجح، المشكله ان مراتك تبقى ناجحه اصلا، ده حاجه حلوه. بس ما تجيش بقى وانت مثلا متجوزها تبقى عايزه تشوف حاجه تنجح فيها، لا. هو مش يعني انت بدري بقى. يعني انت في حاجه بتعمليها وبتاع وعايزه يعني خلاص. انما عايزه تخترعي حاجه جديده تشوفي نفسك فيها. اول ما تتجوزك بفكر افتح ليه؟ مشروع اللي هو مره واحده انا شايفه نفسي. نفسي في ليه ما شفتيش نفسك السنه اللي فاتت دي كلها، جايزه تشوفي نفسك دلوقتي عايزه اوكي. بس هي لو شغاله في حاجه ويا ريت وبتنجح وبتكبر، دي حاجه تفرح ان مراتك تبقى ناجحه يعني. طب لو في فصل في حياتك عايز ترجع تلغيه، او في فصل في حياتك عايز تلغيه؟ لا يعني مفيش حاجه. الحاجه اللي هقولها دي بتاعت ربنا، يعني فكره الموت ده الحياه الوحيده الموجوده، فهو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى في دماغي، بس هو الحمد لله. ونعم بالله، فاهم قصدك طبعا، انت مش بتقول حاجه غلط، بس دي الفتره دي الحاجه الوحيده اللي انت كان نفسك تبقى مشاركاك دلوقتي. طبعا النجاح ده طبعًا. كل حاجه ناقصه يعني. وهي دايما هي يعني الله يرحمها كانت هي اللي لحد دلوقتي محافظه ان البيت يبقى عامل كده لحد دلوقتي. انا اخويا وابويا دايما اصلا بينهم خناقات كوميدي، بس طول الوقت هي غرزت فيهم ان هم احنا الثلاثه كده، وهي كانت معانا، كانت هي اللي قافله الموضوع ده. فهم طول الوقت اصلا بيتعبوا عشان يعني مثلا اخويا كان جايب في علم الرياضه 92.8 تقريبا، والهندسه 93%. وقفت معاه على حاجه بسيطه، دخلوه خاص وهم مش في مقدرتهم ان هو يبقى خاص، بس عشان هو حس ان هو يستاهل، او ان هو ما عملش اللي عليه قوي برضه عشان بس هو كان شاطر قوي يعني، جهبذ مش عادي. فهو جابها بسهوله المجموع ده، فهو وقف معاه على حاجه بسيطه فزقوا معاه، فلا يلا خش خاص مش في مقدرتهم خالص، ان هم لا هنيجي على نفسنا وهنعمل جمعيات وهنعمل مش عارف ايه. ابويا كان ربنا يديله الصحه ما كانش بياخد يوم اجازه، عشان الايام الاجازات دي اللي بيشتغلها تبقى بفلوس، فما خدش يوم اجازه في فتره كده، سنين في حياتي كده. معقوله؟ كنت بشوف ابويا بينزل اول يوم العيد يشتغل، اقسم بالله يوم الجمعه ما فيش يوم جمعه، بيروح وبيجي يعني كل الاجازات. دي احد اسباب ان ربنا كرمك، عشان انا متاكد ان انت بتعمل معاهم وبترد لهم كل لا ما فيش، ده حاجتهم اصلا، ده مش ده حاجتهم بس. فهي رغم وفاتها البيت لسه ممسوك بقواعد اللي كانت حاطاها، ما ينفعش. واخويا يعني الحمد لله من ساعه ما توفت كل مره انا رايح الشرقيه لازم اروح المقابر، لازم ما فوتش مره، يبقى لها داخله تروح تزور على 4 سنين اهي، ما فيش مره ما واخويا كل يومين 3 اصلا واخد ابنه ياسين ورايح هناك. ده ياسين طبعا، ده هو في البيت بقى دلوقتي الباشا، اللعبه الباشا ده، الباشا اللي نفسه فيه يتحقق طبعا. يعني نفسك في ايه؟ ده اول حاجه بتجيب له، اول حاجه ده هو اول واحد قبلنا كلنا بتاع نفسه في ايه، لازم اكتر واحد يتدلع وياخد اللي هو نفسه فيه. ربنا يا رب يخليهم لك وتفضل مشرفهم ويرحم والدتك يا رب كده يا رب. لو احنا افترضنا ان انت قصه كتابك ده او قصتك دي، البطل اللي انت بتكتبه فيه صفه، ايه الصفه اللي انت تحب يبقى البطل بتاعك فيها صفه اساسيه؟ متهيألي الرضا. دي متهيألي ان هي اهم صفه في كل الحاجات. تعدى عليك مواقف رضيت فيها وانت كنت متضايق؟ طبعا يعني ما خدتش مواقف عكسي مثلا ان هو لا. في قصتك في شرير يعني ممكن بس يعني بس المواقف بتعدي عادي يعني. انا في موقف حد معين من زمان نزلني كده من حته معيط فعلا والله، في الشغلانه قابلته في اعلان هيفاء وهبي شغال في اوكي. ما خدش اي رد فعل يعني. الموقف من زمان بس انت قابلته قريب وهو فاكر؟ انا مش عارف بقى هو فاكر ولا لا، بس انا كان الشكل ده مش غريب، فسالت شنك قلت له مين ده،
فقال لي كذا. قلت له ده زمان حصل كذا 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 والله. قلت له حصل كذا كذا كذا، فقال لي مش عارف ايه. قال لي عايز تعمل حاجه؟ قلت له لا مش عايز اعمل حاجه، انا بشر يعني الحمد لله. انا تمام. انا تمام. ما هو يعني ربنا بس. لفت الدنيا يعني هو ما وفكره اصلا ان حد يعامل حد حلو عشان هو دلوقتي لا، هو انت المفروض اصلا تعامل الناس دايما حلو. في ناس كتير بتتعامل مع الناس على حجم نجوميته، على حجمه، مش في الفن كمان، في العموم. يعني يبقى موظف جديد يتعامل، ما هو ممكن يبقى في يوم مدير الشركه وممكن يبقى عنده. بس الشغلانه عندنا في الشغلانه عندنا بعنف. وانت تقدر تقول برضو انت حصل ما شاء الله بسبب شغلك واجتهادك نقله، فكنت لمست ده ولمست ده اكيد. شفت ده. بس في ناس برضو كويسين جدا محترمين طول في ناس طول الحاجات من واحنا بنعمل مشهد ومشهدين هم بيعاملوا بني ادم. طب انت شرير في حكايه حد؟ مش عارف، يا رب ما كنتش شرير في حكايه حد. يا رب متاكد ان ده يا رب ممكن يعني يا الناس اللي ما عليهمش خلاف. يا رب ما يكونش شرير. في حلم في دماغك وبتحلم بيه من زمان؟ لا. وبتكسف تقوله للناس؟ لا بجد يعني نفسك في حاجه فنيه؟ يعني لا، يعني اكيد بتبقى نفسك تنجح في الحاجات اللي انت بتعملها كلها. يعني ده الحلم العام اللي هو لاي حد. بس فكره ان انا في حلم اعمل كذا في حياتي ما لا. انت كمان اشتغلت مع استاذ شريف عرفة واستاذ محمد امام. طبعا من الناس اللي احنا ما اتكلمناش عنهم. ده استاذ شريف عرفة يعني ده اكيد دي حاجه اكيد لما جالك التليفون كنت مبسوط يعني. اول ما كلموني ما قريتش يعني انا هشتغل ورحت بقى. كانت المفاجاه استاذ محمد امام. اوكي. خطير والله برضو. ما انا بقول لك انا حظي حلو اللهم لك الحمد. وتايسون رحت برضو. يعني احنا ما اشتغلناش مع تايسون غير مشهد كده في وش بس تايسون. فانا حظي حلو. انا حظي حلو في الناس اللي انا كلهم الحمد لله. الناس اللي انا بشتغل معاها انا عشقت محمد امام. عشقته يعني. وبنعمل حاجه برضو جديده كده مع بعض غير اللعب مع العيال. خلاص يعني هو في اي وقت هيبقى عايزني معاه في حاجه انا هبقى مبسوط ان انا معاه في الحاجه دي. هو مريح جدا وبيقعد لك كده. يعني مثلا كنا بنعمل حاجه قريب ففي مشهد كده هو الدنيا مزنقه واحنا الكاميرا عندنا، فهو الدنيا ما تم مزنقه هنا خلاص انت امشي واحنا هناخد زي استاذ عمرو سلامه. شفت حاجات بجد والله. شفت فرجني حاجات خطيره فجي واقف كده محمد زانق نفسه وعايز يقول لك الحاجات ويقول لا ما انت ممكن هنا كان في حاجه. قاعد مركز كده كأن ابوك في الامتحان قاعد قدامك، اللي هو قاعد وزانق نفسه كده والله عشان يبقى موجود. هو اللي بيقول لك الكلام مش في زاويته مش في الحاجات دي خالص وبتاع. فانا حظي حلو مع الناس اللي اشتغل اللهم لك الحمد. حظي حلو. لو قصتك دي هتتحول فيلم مش انت اللي هتمثلها، تحب مين يمثل قصتك؟ استاذ تايسون. ومين يخرجها؟ انا بحب جه في دماغي 12 اسم والله. مين فاهمك كفايه؟ كلهم على راسنا، كل الناس اللي اشتغلت معاهم مين فاهمك قوي فهيعرف يقول لهم لا ده مصطفى؟ عشان يمكن اشتغلنا مع بعض كتير. في 2 بحب اشتغل معاهم عشان عشنا مع بعض فتره كده. بحبهم يعني. بحب ان انا وبحب نكشهم. وبحب استاذ جندي واستاذ خالد دياب. انا فاهمينك كفايه وانت فاهمهم وبحب نكشهم بقى وبحب تفاصيلهم اللي بيعملوها. يعني استاذ جندي اكتر واحد بينكشني في الدنيا طبعا اللي هو من زمان بحبه. واستاذ خالد دياب هو استاذ جندي اصل قوي يعني، وبيتلاقيه بيخاف عليك وبينصحك. هو شبه بجد بقى والله العظيم شبه خالك الطيب اللي هو ليك خال طيب كده. عمل تاني اصلا من غير ما يقول لك نصايح. هو شبه حد طيب في عيلتك انت بتحبه. في اي يعني في اي حد بقى في حد في عيلته كده طيب هو استاذ جندي. اوكي. واستاذ خالد دياب سبحان الله يعني من بعد الخلاف بقى في تفاهم في الحياه اصلا. يعني دلوقتي باخد رايه في حاجات في حياتي انا مالهاش علاقه عرفوا يعني. ايوه لا ايه يا عم بقى يا عم لا كده كانش مسلسل فلا يعني بقى. ومين يعمل اغنيه ويغنيها؟ يعني انت عايز اغنيه الفيلم بتبقى مين؟ انا بحب تامر عاشور قوي. هو خطير. انا بحبه قوي. خطير ومحترم وشاطر ومركز وفي حاله. انا قابلته مره واحده كده كانت في حفله وانا قاعد جنبه
انا هموت واقول له ان هو المفضل. يعني بس انا ما بعرفش انا اقتحم الحاجات قوي. فلقيته راح باصص لي كده وراح قال لي انا بحبك جدا. حلالي بقى. قلت له بجد ولا بتهزر؟ قال لي ايه ده؟ ههزر ليه؟ يعني قلت له اصل انا لو رديت لك الموضوع قلت لك ان انت هتفتكر ان انا برد لك بس لا والله انا ما بحبك فعلا. ومتوتر جدا. انا بقول له لا بس انا بحبه قوي يعني. انا بحبه برضه من زمان. هو في حاله كده ومركز وعنده طريق مدرسته مع نفسه وكل الحاجات حلوه. بحبه. هتهدي الكتاب ده لمين لما يخلص الاهداء ده؟ لو للاحياء يبقى لابويا واخويا طبعا. ولا اي حد؟ يبقى امي طبعا. الله يرحمها. الله يرحمها. في ملخص في الكتاب لحدوتك دي سطرين كده؟ مش مركز. تتكلم عن نفسك؟ يعني تمام. طب عنوان الكتاب؟ بتزنقني انت في حاجات عنوان الكتاب. طب خلاص قول لنا اخلص قول لنا عشان طيب انا مش عايز حلقه تخلص والله. انا عارف والله انا انبسطت جدا انا انبسطت. هو ده مش البودكاست اللي احنا بنعمله والله. احنا الموضوع عندنا اعمق من كده بكتير. واسئله اعنف من كده بكتير. بس مش هعرف اجاوب عليها اصلا لو وديتني في الحته دي. لا بس عشان بحبك وعايز اتكلم معاك عامه. عايز اسمعك وعايز افهم. وبجد واحد يعني من انت عارف اول السنه اللي فاتت بعد اول حلقه في اشغال شقه بعد اول مشهد انا فتحت مسكت الموبايل وبعت لك لان انا شفت المسلسل رايح في حته وانت ما شاء الله كنت خطير في المسلسل. وفي اي حاجه بتعملها ما شاء الله بتسيب علامه والناس كلها بتحبك ومحدش عليه خلاف يعني خالص عليك. فعقبال اللي جاي وان شاء الله نقعد بعد كام سنه ومع بعض يا رب. وابقى مذيع برضه في البودكاست اللي انتم مكملين. تخلص الناس وترجع تاني. ونبارك على حاجات. يبقى طرح وحدات جديده. فيس 2. نورتني يا مصطفى والله وشكرا جدا. الله.